صباح او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوفوا فيه الفيديو ده. اللي ما يعرفنيش انا ماير الليسي، والنهارده هنعمل فيديو جميل جدا جدا عن ازاي نهتم بايدينا. قبل ما ندخل في الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب لو لسه مش عاملين سبسكرايب، وفولو على اكونت الانستجرام ما تنسوش. فيديو النهارده هيكون عن ازاي اهتم بايدي بطريقه صح من الصفر لو انا حد ما بيعرفش نهائي يهتم بايده. الموضوع مش موضوع ان انا احط كريم مره في اليوم او مره قبل ما انام وخلاص كده شكرا انا بهتم بايدينا. بتحتاج روتين زي وشنا بالظبط. الروتين ده ممكن استخدمه لايديا ورجلي كمان. الخطوه الاولى في الروتين واللي انا دايما بعملها لنفسي مش بحب اشتريها من بره هي السكراب. يعني ايه سكراب للناس اللي مش عارفه؟ يعني تقشير للطبقه الخارجيه اللي بيكون فيها جلد ميت على بشرتنا. بيتعمل ازاي السكراب ده؟ انا نفسي بعمله من حاجات كتير قوي في البيت وبحط حاجات على بعضها، فمفيش قاعدة ثابتة للسكراب. احنا ممكن ناخد تفل القهوة لو بابانا او مامتنا او احنا بنشرب قهوة، ممكن ناخد التفل بتاعها ونبدأ ان احنا نعمل مساج او تدليك للجلد بتاع الايد، او ممكن احط سكر وزيت زيتون او سكر وعسل، او مثلا ترمس مطحون عليه شوية سكر وشوية زيت. عامة السكراب انواع كتير فمفيش حاجة احسن من حاجة، المهم يكون في حبيبات لما افركها على جلدي تقشر الجلد الميت. طيب لو مش هعرف اعمله لنفسي بقى فممكن اشتريه من بره، وفي انواع كتيرة جدا بتبدأ من اول 15 جنيه لحد 100 او 200. مش هرشح نوع معين عشان بصراحة انا مش بحب الانواع التجاريه دي او مش بحب اشتري السكراب، بحب دايما اعمله لنفسي في البيت. الخطوه الثانيه هي الترطيب العميق جوه البيت. وليه بقول جوه البيت؟ عشان هقول لكم تركايه دلوقتي بعملها مش هينفع نعملها بره البيت علشان ما تعرضش ايدينا للاسمرار. التركايه اللي بعملها هي اني بحبس الترطيب بطبقه دهنيه في الاول، وبعدين ابدا ان انا احط عليه الكريم المرطب بتاعي. التريك دي شفت اكتر من بلوجر اجنبيه بتتكلم عنها، ومش بس بتعملها لايديها، بتعملها كمان لشعرها. بعد ما بغسل ايدي مش بنشفها قوي، وببدأ ان انا احط طبقة خفيفة من زيت جونسون وبعدها طبقة من الكريم المرطب اللي انا بستخدمه. طالما جوه البيت يستحسن ان الكريم اللي هستخدمه يكون قوامه تقيل مش خفيف. هجربها معاكم. باخد حاجة خفيفة خالص وابدأ ان انا ادلك ايدي بيها لحد ما احس ان الجلد اتشرب الزيت. كتير بتحس ان زيت جونسون بيبقى تقيل في الصيف، علشان كده انا مش بقول الحركه دي نعملها وننزل بيها من البيت لان ده غلط. هنعملها بس بعد الشاور مثلا واحنا قاعدين في البيت او قبل ما ننام علشان جلدنا ياخد كفايته في الترطيب. لان انا استخدم الكريم المرطب بتاعي، وزي ما اتفقنا طالما جوه البيت فاحاول ان انا يكون الكريم اللي انا بستخدمه قوامه تقيل. التريك دي بتخلي الجلد يحتفظ باكبر قدر ممكن من الترطيب. بعد فتره قليله جدا هتلاقي ان جلدك ملمسه ناعم قوي. كانت الخطوه الثانيه ومهم جدا ان انا اعملها كل يوم على الاقل مرتين لما ارجع من بره وقبل ما انام. طالبه جامعيه او بشتغل وبقعد وقت كبير بره البيت، فانا محتاجه طول الوقت اللي انا فيه بره البيت ايديا تكون رطبه. دور على اي كريم حجمه صغير ينفع يتحط معايا في الشنطه، لان الكريم يكون فيه سان سكرين او على الاقل يكون خفيف شويه بحيث لما احطه على ايدي الجلد يتشربه بسرعه، فلما عرض ايدي للشمس ما تسمرش. الروتين ده لو مشيت تبدا تظهر نتيجته معايا بعد اسبوع واحد بس. كده هو ده الروتين اللي انا بعمله عشان احافظ دايما على ايدي ورجلي ناعمين والجلد ما يكونش فيه اي جفاف او اي تقشير او اي تشققات. تاني ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو ده وسبسكرايب لو لسه ما عملتوش سبسكرايب، وفولو على اكونت الانستجرام هسيب لكم اسمه هنا. استنوني في الفيديوهات الجايه.